هاتي فص توم وخلة أسنان وتعالى أقولك على فكرة هتعجبك جدا. الفيديو ده مليان أفكار إن شاء الله يعجبكم وتستفيدوا منه زي ما أنا استفدت بالظبط. وعلى فكرة الأفكار دي متجربة كلها، بجد حاجة جميلة ومش مكلفانا حاجة. أول وصفة هتكون للفئران، وصفة سهلة جدا جدا ومش مكلفة حاجة. هنجيب معلقتين كبار جبس أبيض وعليهم معلقتين كبار لبن بودرة، بس مفيش أكتر من كده. بالنسبة لنا هي حاجة عادية جدا، بس بالنسبة للفئران فده سم قاتل. انت هتجيبي الكمية بتاعتك ديت ايا كان ايه الكمية، وهتحطيها على غطا برطمان او كيس من بتاع التلاجة، وتبدأي تحطي الكمية دي وتوزعيها في الاماكن اللي بيبقى موجود فيها فئران في الشقة. اولا الفئران هتنجذب لريحة اللبن البودرة، فطبيعي لما تيجي تاكلوا الجبس الابيض ده هينشف المعدة وهينشف الفار، فهتلاقيه يومين بالظبط وهتلاقيه ممدد مكانه. ماشي، دي اول حاجة. بجد وصفة حلوة جدا، احسن من السم بتاع الفئران اللي احنا اصلا ما بيبقاش امن الاطفال وكده، وبنبقى كلنا خايفين منه فبنضطر ان احنا نجيبه بحذر. فالوصفة دي احسن بكتير. تاني وصفة معانا بقى، لو انت عندك علبة او برطمان مثلا كنت مخليلة فيه او كسرة فيه فسيخ مثلا وعايزة تغسليه بقى وتنضفيه وتنشفيه وتحطي فيه كحك بسكوت حاجات العيد وكده، مفيش برضو فايدة والريحة مش راضية تروح، حطي المكونين دول من المطبخ مش هيكلفوكي حاجة. معلقتين كبار خل ومعلقة كمون، حاجة كده فظيعة. الكمون ده فعلا فعلا يعني مشروع ناجح جدا في إزالة الروائح الكريهة. هتبدأي ان انت تخلطيهم مع بعض وتسيبيهم في العلبة كده ساعتين تلاتة او يوم كامل، وتبدأي تغسليهم عادي بالصابون وبالمية، هتلاقي الريحة انتهت. دي كانت تاني وصفة معانا. تالت وصفة بقى اللي عجبتني قوي قوي ومعدتش بقدر استغنى عنها الصراحة. هتجيبي ورق زبدة. ورقة الزبدة لو مثلا ورقة فاضلة عندك، في ورق متهدر عندك كده يعني، وفاضل من ورق الزبدة ما ترموهوش، هاتيه وحطي عليه شاور جل او شامبو الاستحمام بتاعك ايا كان ايه اللي موجود، المهم تكون ريحته حلوة. وبعد كده هتبدأي ان انتي تدعكيه جامد كده في الورقة وتفرديه فيها كويس وتسيبيه يعني ساعتين تلاتة كده على ما يبدأ ينشف او الورقة تمتصه شوية. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقطعه زي ما انتوا شايفين قطع صغيرة كده، ونحطها ايه في علبة مناديل او نحطها عند معانا في الشنطة بتاعتنا. لو انتي مثلا خارجة او رايحة عزومة او رايحة في اي حتة او على البحر او كده وعايزة تغسلي ايدك او ايد اطفالك، وطبعا مفيش حمام قريب مثلا، اظن مفيش احلى من كده. فكرة رهيبة. الورقة الزبدة ورقة بسيطة جدا مش هتكلفك حاجة، محطوطة في الشنطة وناشفة، مجرد ما هتلمسيها بس كده في المية هتعمل معاكي رغوة كأنك بتستعملي صابونة، والريحة كمان جميلة جدا لان الشاور اللي انت استعملتيه ريحته حلوة فواحة. فكرة جميلة وعجبتني قوي. معانا رابع فكرة، معانا كيس البيكنج باودر. كلنا لما بنستخدمه بناخد منه معلقة ولا اتنين بنسيبه، فالباقي ده بيقع في التلاجة. فاحنا علشان نستغنى بقى عن الفكرة دي خالص هنبدأ ان احنا نجيب الولاعة او الشمعة ونمشي على المكان اللي احنا فتحناه، بس مجرد ما تمشي عليه كده هو هيقفل مع نفسه وهتتك عليه كويس كده، بس ان هو اتقفل خلاص وكده استحالة حاجة من البيكنج باودر توقع منه تاني. اخر فكرة معانا بقى اللي هي الفص الثوم وخلة السنان، بجد حاجة رهيبة هتدعيلي عليها. كلنا طبعا بيجيلنا وجع للأسنان، وطبعا ما بيحلاش بقى وجود الوجع ده إلا بالليل. فبما انك مثلا لو ما عندكيش مسكن او ما عندكيش اي حاجة ان انتي تسكني بيها الألم لحد بكرة ليكي او لطفلك، هتبدأي ان انتي تجيبي فص توم على طول. اول حاجة هتعمليها هتجيبي فص توم تحطيه في خلة سنان، وتبدأي تجيبي الولاعة او تجيبي الشمعة وتفضلي ماشية عليه كده لحد ما يطرى معاكي. فطبعا بما انه هياخد وقت معايا كده على الشمعة، فانا رحت واخداها على طول حطها على عين البوتاجاز وخليتها كأنها تومة مشوية. خدتها على طول وهي سخنة، بدأت أهرسها مع شوية ملح صغيرين جدا، ويبقى معانا مسكن لآلام الأسنان، مسكن طبيعي من غير ما يكلفنا أي حاجة، حاجة تسكننا كده لحد تاني يوم ونبدأ نروح للدكتور بكل سهولة. مسكن طبيعي للآلام مهدئ للثة، جميل جدا جدا. وأتمنى إن الفكرة دي تكون عجبتكم وكمية الأفكار اللي في الفيديو تكون عجبتكم واستفدتوا منها زي ما أنا استفدت بالظبط. متنسونيش بقى باللايك والشير وكده. يبقى الفيديو خلص وباي باي. بصوا بقى يا أمارات، صيف يعني ناموس وهووش،
احنا بقى عايزين نقضي على الناموس والهبوش دول بطريقة سهلة ومش مكلفة حاجة خالص، حاجة ما تخطرش على بال حد. تعالوا بقى نعملها مع بعض سوا كده، وبالذات بقى للهبوش اللي بيبقى على الباسكت الزبالة او في اي حاجة متراكمة عندك على الحوض او فاكهة مش متغطية ولا حاجة، بتلاقي عليها هبوش. ده لو حطيتي الوصفة دي جنبه في دقيقة واحدة مش هتلاقي اي حاجة. تعالوا بقى نقول لكم الوصفة السحرية دي عبارة عن ايه. كل الحكاية ان احنا هنعوز شمعة وليمونة وقرنفل. القرنفل ده بيبقى موجود عند اي عطار. لو هتجيب ب5 جنيه قرنفل الدنيا هتبقى تمام معاكي. هتبدأي بقى ان انت تجيبي الليمونة وتقسميها نصين زي ما انا ما عملت كده وتطلعي البذر منها، وبعد كده هتبدأي ان انت تلفيها بالقرنفل دي ودي، وتجيبي عصاية الشيش طاووق وتقسميها نصين بس يكونوا قد بعض، وتبدأي ان انت تحطيهم بالشكل ده. وبعد كده هتبدأي ان انت تجيبي الشمعة، بس ان يبقى شمعة صغنونة يعني على قد ايه الحاجة اللي في ايدينا دي، لان طبعا الليمونة صغيرة والعصيان صغيرة فيبقى الشمعة كمان صغيرة. هنبدأ ان احنا بقى نحطها في النص كده، نحفر لها حفرة ونحطها في النص، ونجيب الفص التاني بتاع الليمون اللي احنا برضو حطيناه وحطينا فيه قرنفل، وهنبدأ ان احنا نغطيه من فوق زي ما شفتوا كده. وهبدأ بقى ان انا اولع الشمعة، وشوفوا بقى الجمال. الشمعة هتسيح القرنفل، وطبعا مية الليمون اللي نازلة مع القرنفل، شايفين الدخان ده؟ الدخان ده هو اللي هيقضي على الهبوش والناموس، وهو ده بقى السر. الريحة اللي طالعة دي ريحة الليمون مع القرنفل، طبعا الريحة تجنن. وغير كده بقى ان هي هتقضي على الناموس وعلى الهبوش في المكان اللي انت قاعدة فيه. تقدري تستخدميها في اي مكان في الشقة. وصفة جميلة وسهلة قوي. تاني حاجة بقى عندنا، احنا اللي كلنا بيبقى عندنا حلة الاستانلس. وطبعا حلة الاستانلس ديت لما بتيجي تغسليها وتخلصي وتنشفيها وكده، بتبقى برضو مطفية من جوه، بتبقى عايزة تتلمع. الطريقة دي بقى هتخليلك الحلة الاستانلس من جوه بتبرق كأنها لسه جديدة. دي حاجة. ولو انتي برضو الحلة الاستانلس بتاعتك بتشيط الرز، تقدري برضو تعملي نفس الخطوة دي قبل ما تطبخي الرز على طول. صدقيني استحالة الرز يشيط في الحلة، بس اهم حاجة انك توطي النار. يعني ما تخليش النار طالع من الجناب كده، لا، على قد الوسطانية بس بالظبط، لان الاستانلس معروف والله، او اي حلة عايزة تحافظي عليها ما تخليش النار عالية قوي عليها وهي تبقى طالعة من الجناب كده، لا، تبقى في الوسط بس. فطبعا قبل ما تطبخي الرز هتبدأي تجيبي معلقة ملح، وتجيبي نص ليمونة، وتبدأي ان انت تدعكيها كويس جدا 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 كده، وبعد كده تمسحيها بمنديل. ما تقربيش المية ليها خالص، تمسحيها بمنديل. وكده كده لا الليمون مضر بحاجة ولا الملح مضر بحاجة، احنا برضو احنا بنعمل الرز وبنحط عليه ملح. تمام. وبعد كده هتبدأي تولعي النار، وتكوني غاسلة الرز كويس ومصفياه، وتبدأي بقى تحطيه في الحلة وتستخدمي الحلة عادي جدا. ولو انتي عايزة تلمعيها مفيش أحلى من كده، أظن الفرق واضح. تالت وصفة معانا ودي الأخيرة والجميلة والمهمة لكل ست بيت جميلة بتحافظ على جسمها وبتحافظ على شكلها، الفازلين الطبي. مفيش اسهل من كده. الفازلين الطبي ده بتجيبيه وبتبدأي ان انتي تحطي حتة صغيرة كده على معلقة، وتبدأي تجيبي الولاعة او الشمعة مثلا زي ما انا قلتها كده، وبالراحة كده على نار هادية لحد ما الفازلين يسيح معاكي في ثواني، في كلها كام ثانية، وبتلاقي الفازلين خلاص ساح معاكي. بعد ما بيسيح على قد الكمية اللي انت حطيتيها هتحطي ملح. يعني أنا كنت حاطة، شايفين الكمية قد إيه، حطيت حاجة برضه بسيطة من الملح، وبدأت إن أنا أقلب بنفس المعلقة اللي في إيدي أو العصاية اللي في إيدي بتاعة الشيش طاووق دي، وبدأت إن أنا أقلب لحد ما دمجتهم جدًا مع بعض. طبعًا الفازلين سايح، فهيدوب معايا الملح برضه على طول. وبعد ما دوبت الاتنين مع بعض هابدأ أجيب اللون طعام برضه رخيص جدًا من عند العطار، اللون أحمر، وهابدأ إن أنا أضيفه على ال الفوزلين والملح، ويدونا بس لون الطعام اللي هو لون كعب الغزال. لو انتي بقى بتحبي تهتمي كده بنعومة ايدك بنعومة كعب رجلك، عايزة يبقى مفيش تشققات، عايزة يبقى دايما رجلك ناعمة او ايدك او اي حتة في جسمك تكون ناعمة، مفيش احسن من كده، وتديها كمان اللون الوردي الجميل. هتبدأي ان انتي تفركيها. انا عملتها على ايدي قدامكم، يعني بدأت ان انا افركها حوالي نص دقيقة. افرك كده بايدي. اولا صنفرة حلوة جدا جدا للجسم، بتنعم قوي قوي المنطقة اللي انتي بتدعكيها دي، بتنعمها جدا و... وبتشيل الجلد الميت، وبتدي نضارة، وبتديها اللون الوردي الجميل قوي اللي احنا عارفينه اللي بيبقى موجود في كعب الغزال ده. وبجد بتبقى على كعب الرجل بقى دي تجنن. انا مسحتها بمنديل، ما اقولكوش بقى على النعومة الخطيرة اللي ايدي كانت فيها، وكمان مديها لون وردي جميل قوي. وكده الفيديو بتاعنا خلص ويستاهل التجربة، وباي باي.
يا مساء الجمال، هنعمل النهاردة قطايف بيتي بس بطريقة مبسطة وسهلة اوي. في ناس كتير بتعمل القطايف وتحط عليها دقيق بسبوسة وتحط عليها حاجات كتير قوي، وفي الاخر بتبقى هي نفس النتيجة ونفس الطعم. احنا عايزين نستغل الظروف اللي احنا فيها والازمات المادية اللي احنا فيها دي، نعمل كل حاجة بتيجي من بره بس بأقل التكلفة، وصدقوني هتعجبكم جدا. تعالوا نعمل مع بعض بقى القطايف بطريقة سهلة. وأول حاجة هي هتكلفنا كوبايتين دقيق وكوبايتين مية بس، مع الإضافات البسيطة اللي موجودة عندنا طبعا في كل بيت إن شاء الله. بعد ما حطينا كوبايتين الدقيق وحطينا كوبايتين المية، هنحط معلقة سكر، وهنحط معلقة بيكنج باودر بس تكون معلقة صغيرة، وزيها بالظبط معلقة صغيرة خميرة، وطبعا رشة الملح. بس هي دي المكونات بتاعة النهاردة، القطايف بطريقة سهلة ومبسطة ونفس نتيجة بره، وهتكلفنا حاجات بسيطة قوي، رغم ان انتي لو جبتيها من بره هتكلفك كتير جدا. فاحنا عايزين بقى ايه؟ نعمل كل حاجة بس بطريقة اقتصادية، بحيث ان احنا ان شاء الله نعدي الأزمة دي كلنا على خير ان شاء الله بأمر الله، ويبقى بيتنا مليان خير. هنبدأ بقى ان احنا نضربها كده بالهاند بلندر او في الخلاط او في الكبة، في اي حاجة، حتى لو بالويسك. بس يعني انا عندي هاند بلندر فعملت بيه اسرع، لان ده القالب بتاع الهاند بلندر. عندك خلاط اعملي بيه عادي خالص، المهم ان النتيجة ان شاء الله هتبقى واحدة وهتبقى جميلة. المقادير بتاعتنا مبسطة جدا، كوبايتين دقيق كوبايتين مية، وتكون الكوباية هيها نفس المعيار، الدقيق نفس معيار المية، عشان النتيجة تطلع معاكي مظبوطة. هنسيبها ترتاح 10 دقايق وبعد كده هنبدأ نعملها بطريقة سهلة جدا. اول حاجه انا هجيب القمع اللي هو عندي، لو ما عندكيش اعملي بالكبشه بتاعه الاكل عادي خالص. اعملي مثلا بالبوز بتاع الكنكه، حطي الكميه دي كلها في الكنكه في البراد. ونزلي من البوز بتاع البراد او نزلي من الكنكه عادي خالص. اهم حاجه الطاسه تكون غير لاصقه وتكون سخنة جدا. بس أول ما هننزل بقى الخليط بتاعنا لازم نوطي النار خالص. أنا بوريكم بقى كده، أنا بنزل واحدة بواحدة أو باتنين باتنين على حسب حجم الصينية بتاعتي أو بتاعتك. فهنبدأ إن احنا ننزل كده الكمية اللي احنا عايزينها ونسيبها لحد ما تطلع الفقاقيع دي كلها كده، وتبدأ إن هي تستوي. انت هتشوفي إن هي بدأت تنشف بعد ما كانت سايلة بقت ناشفة، والفقاقيع دي زي ما هي كده هتعرفي إنها استوت، هتاخد اللون الذهبي الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هي نفس القطايف اللي بتيجي من بره، ويمكن دي احسن واضمن 100,000 مرة. وكمان كوبايتين دقيق عملولنا كتير قوي، يعني ما شاء الله الكمية دي لو هشتريها من بره مش اقل من 40 50 جنيه، يعني انا واثقة ومتأكدة. فانا دلوقتي عملتها بكل سهولة، ما كلفتنيش اي حاجة. الدقيق عندي والمية طبعا عندنا كلنا، والخميرة حاجة بسيطة قوي، بيكنج باودر سكر، ما فيش اي حاجة تانية غير كده. ما نزودش اي حاجة والنتيجة هتبقى واحدة. دي بقى النتيجة بتاعتي، يعني دي بعد ما خلصت عملت لي كل الكمية دي. ده غير طبعا ان العصافير بتوعي بياكلوا منها طعمها حلو قوي. بجد هي نفس النتيجة، هشة طرية حلوة قوي قوي، شايفين؟ بترجع تاني زي ما هي، لا ما شاء الله تحفة تحفة، والريحة كمان ما اقولكوش. هنبدأ بقى ان احنا نجهزها كده ونحطها في جنب لحد ما نجهز الحشوات بتاعتنا. شايفين بقفلها بتتقفل بكل سهولة وبتتفتح تاني بكل سهولة. ما شاء الله ما شاء الله ناجحة جدا جدا، وبمقادير بسيطة قوي قوي ما كلفتناش حاجة. هنبدأ بقى ان انا اجيب الحشو ده على حسب راحتك انتي. طبعا كلنا الاغلبية بيحشوه بسوداني، على جوز الهند، على زبيب. وفي ناس بتحشي بكريمة الحلويات،
وفي ناس بتحشي بالعجوة، في ناس بتحشي بالنوتيلا، فزي ما انت عايزة. برضه عايزين نعمل حاجة تشرف وبأقل التكلفة. ده تمر من اللي احنا بنجيبه عادي في رمضان، وبدأت ان انا امشيه كده بمعلقة سمنة بلدي على النار، واحط عليه زبيب بس، وهحطه في النوتيلا في القطايف، واحط عليه طبقة نوتيلا. مش عايزة تحطي النوتيلا ما تحطهاش عادي خالص، عندك كريمة حلويات حطيه، ما عندكيش يبقى حطي العجوة واقفلي برضو عليها زي ما بقفل دلوقتي في الزبيب وجوز الهند والسوداني. دلوقتي انا عملت كمية اهوت، حشيتها وقفلتها، ودي كمية النوتيلا. بدأت احط اقفلها زي القرطاس، احط تمرتين او تمرة على حسب الحجم بتاع القطايف، واغطيها بالنوتيلا. سهل قوي ومتشرفة جدا واسهل واسرع من كريمة الحلويات. شايفين ده؟ بعد ما خلصت ما شاء الله الطبق ده كده خلاص جاهز على الاكل. ده ما بيتحمرش ولا بيتحط عليه شربات ولا اي حاجه. كفايه قوي كميه السكريات الرهيبه اللي فيه. ده بقى هحمره في ثانيه كده في الزيت، يكون غزير ويكون سخن جدا. هبدا احطها، ما خدتش مني دقيقه واحده على النار. طبعا دي الكميه بتاعتي من كوبايتين دقيق. انا عندي شربات مجهزاه وحطاه في التلاجة، هبقى انزل لكم برضو الفيديو ازاي نخزن شربات طول الشهر. هبدأ ان انا ارش كده عليه. برضو استكفيت بالخطوة دي، ما حبيتش اخليه كله في الشربات عشان ما يبقاش تقيل قوي. الشربات خفيف، ومشيت عليه كده مليته كله على فكرة شربات، ورشيت عليه شوية مكسرات، اي نوع مكسرات عندك. وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب الوصفة بتاعت النهاردة تكون عجبتكم، وتقوموا تعملوها او تحفظوا الفيديو ده رمضان، وتقولوا لي رأيكم ايه بقى في القطايف الجميلة البيتي دي. والطريقة سهلة قوي قوي، ويا رب تعجبكم. وشايفين الجمال من جوه، ما شربتش زيت خالص ومش شاربة اي حاجة يعني. خفيفة، انت بتاكلي قطايف خفيفة. ده اللي اقدر اقولك عليه. وبألف هنا وشفا بجد، الطعم يجنن. اتمنى تجربوها بطريقتي وتقولوا لي رأيكم ايه. متنسونيش بقى باللايك والشير الجميل للفيديو والاشتراك في قناتي. وانا ضحى الصادق، وباي باي. هنعمل بقى العدس المدمس. انتوا كلكم طلبتوا الفيديو مني، وانا والله كنت لسه رايحه انزله، بس في شويه دروبات كده حصلت فما قدرتش انزله على طول. اول حاجه بقى، العدس اللي بجيبه ده هو نفس العدس الاصفر، بس ده العدس الاصفر بيبقى متقشر، فده بيبقى كفر كده عليه. فيعني عشان لو حد مش عارف المعلومه دي، جبنا الكميه اللي احنا عايزينها، وبدأنا نغسله كويس ونقعناه نص ساعة. وبعد كده بدأت ان انا احطه في الفوالة، واضيف مية سخنة، بس اخلي الفوالة كلها مية سخنة، وابدأ ان انا ادمسه لمدة ساعتين، ما يزيدش عن ساعتين يا دوب، لان هو اصلا بيبقى يعني بيستوي بسرعه قوي. كده هو خلاص قرب على السوا، يعني فاضل غلوتين 3. هبدأ بقى ان انا احط عليه نص كوبايه طماطم مضروبه في الخلاط او مبشوره، يعني على حسب ما انت عايزه. تمام. انا طبعا حطيت الكميه دي بس لان انا عامله كميه عدس بسيطه. تمام. فانا بقى بوريكم بجد طعمه رهيب رهيب، يعني اجمل 100,000 مره من الفول. هو الفول حاجه وهو حاجه تانية في الطعم. ده بيتاكل بدقه. الدقه بتاعته بقى، هنجيب الكبه بتاعتنا الجميله، وهنجيب التوم عشان نقشره سريعا كده لانه هياخد مني وقت. بدات ان انا اضربه ضربتين بالظبط كده في الكبه، وبعد كده هبدأ أقشره بكل سهولة. شايفين القشر لوحده والتومية لوحدها. لا بجد بتنجز معايا قوي قوي، بالذات لو عاملة كمية يعني توم كتيرة زي ده. الدقة ديت بتبقى عبارة عن توم وطماطم والبهارات بتاعتك بس. هو العدس ده ما بيتاكلش الا بالدقة دي. تمام. لو عايزة حد بيحب الاكل العادب، او حد يعني يفضل يكون عادب، ممكن تاكليه من غير دقة عادي، بس هو اساسه الدقة. فطبعا دقة يعني توم كتير. هبدأ بقى ان انا اجيب معلقة سمنة بلدي كبيرة كده في طاسة سخنة على النار. ما فيش سمنة بلدي حط زبدة او زيت، بس يعني السمنة البلدي بتحلي الطعم قوي، بتنطقه قوي. هبدأ بقى اضيف كمية التوم بتاعتي اللي انا هرستها، وبعد كده هبدأ احمرها كده، يعني ايه، تاخد اللون الذهبي الجميل ده. وهنزل عليها على طول بالطماطم. عايزة تبشري طماطم ابشري، مفيش مشكلة. عايزة تضربيها في الخلاط مفيش اي مشكلة برضه، بس انا فضلت اضربها في الخلاط. ضربتها في الخلاط وحطيتها، وهبدأ احط البهارات بقى. هتبقى عبارة عن آه، معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، يعني نص معلقة كده. معلقة حلوة كده كبيرة من الكمون، ومعلقة من الكزبرة الناشفة، والملح والشطة. اهم حاجة الكزبرة والكمون في الوصفة ديت.
لان ده اللي بيدي طعم وروح حلوة قوي للعدس او للفول المدمس. وبعد كده هبدأ بقى اسيبها تتسبك كويس. وكده نبقى خلصنا وصفة النهاردة. نسيت كمان احط نص معلقة سكر كده عشان الحموضة بتاعة الطماطم. وبعد خلاص ما استوى شايفين لونه فاتح ازاي. العدس ده ما بيتحطش عليه اي حاجة يعني غير الفول خالص، هو ما بيتحطش عليه حاجة غير الطماطم البسيطة اللي احنا حطيناها دي عشان بس ايه تفتح لون الصوص بتاع العدس. هبدأ بقى ان انا احط حبة حلوين كده بشوية مية من العدس في طبق. وابدأ ان انا احط الدقة واحط كده ليمون واحط زيت. وكده يبقى معاكي اجمل طبق عدس متدمس تكليف السحور بتاع رمضان. بجد هيعجبكم جدا جدا جدا. لازم تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه في الوصفة ديت. وهستنى رأيكم في الكومنتات عن الطبق الجميل ده. لازم تدوقوه وتقولوا رأيكم ايه. ندوق بقى. يا سلام مقولكوش طعم رهيب. اهم حاجة ودن الارنب. بألف هنا. باي باي. عشاق الرنجة بقى اللي زي حالاتي تعالى اقول لكم على وصفة حلوة قوي للرنجة نعملها مع بعض النهاردة وان شاء الله تعجبكم. بس قبل ما ابدأ الفيديو، انا اسمي ضحى الصادق. لو اول مرة تتابعيني لايك وشير للفيديو لو عجبك والاشتراك الجميل في القناة. اول حاجة هنبدأ نقطع الرنجة كده مع بعض نفتحها علشان خاطر نخليها. وطبعا احنا الوصفة بتاعتنا ديت هتبقى شبيهة لسلطة الرنجة بس هنضيف عليها شوية حاجات كده بسيطة. هنبدأ ان احنا نطلع البطروخ كده نركنه في جنب لحد ما نيجي نستعمله تاني. ما نقدرش نستغنى عنك، ده انت اهم حاجة. بعد كده هنبدأ نشيل بقى السلسلة بتاعة الظهر الشوكة ونبدأ ننضف الرنجة من اي شوك على قد ما نقدر. نبدأ بقى نقطعها نصين علشان خاطر نقدر نخليها من الجلد وهتتخلى معانا بكل سهولة. وهيبقى برضو سهل علينا قوي ان احنا نشيل باقي الشوك اللي فيها. هنبدأ نشيل الشوك كده وننضفها كويس ونجيب التانية كده ونخليها مع بعض تاني. على فكرة هي سهلة اوي في ان احنا نخليها بس محتاجة بالراحة على الجلدة وبالراحة برضو على اللحمة علشان ما تهريهاش. هنبدأ بقى ان احنا نقطعها بعد ما خليناها وشيلنا الشوك منها. هنقطعها والاسمر ده على فكرة بطروخ. إيه كان في البطن التانية يعني في السمكة التانية. هنبدأ ان احنا نقطعه كويس. كده خلاص قطعناها وصغرنا كمان التقطيع اكتر. هنبدأ نحط عليها المكونات بتاعتنا. 2 فلفل رومي، طماطماية كبيرة وبصلاية برضو كبيرة. التقطيع مش ناعم اوي على فكرة. دول بصل معلقتين زيت. ولو عايزاها سبايسي هتحط فلفل احمر، انا حطيت نص قرن. هنحط خضرة بس ما تكونش كتير، حوالي حاجة صغيرة يعني. وبعد كده دي طحينة هنحط 4 معالق عشان انا بحبها بالطحينة اوي. الطحينة اصلا اللي بتديها طعم حلو اوي. الطحينة دي انا اللي عاملاها، بقى انزل لكم فيديو ليها. البهارات بقى فلفل اسود وكمون نص معلقة وملح ربع معلقة وكزبرة ناشفة ربع معلقة. كده خلاص. لا هنبدأ ان احنا نحطها بقى على النار و5 دقايق على نار هادية ونغطيها 5 دقايق هتدينا طعم حلو قوي. وده الشكل النهائي ليها. بعد ما خلاص بقى قعدت 5 دقايق على النار بجد طعمها رهيب. شربوا من بعض كده وما اقولكوش على الريحة ولا الطعم. بجد تستاهل ان انتوا تجربوها وان انتوا تستعملوها بعد كده لو هتعملوا سلطة الطحينة تبقى بالشكل ده وبالطريقة دي. الصوص بتاعها يجنن مع الليمون بقى لما يتقلبوا مع بعض كده ما اقولكوش بقى على الطعم. ألف هنا وشفا. هنعمل بقى الفول المدمس بس بطريقة جميلة جدا وتدميسه هيعجبك قوي ولا يمكن يسمر معاكي. بس اهم حاجة نختار الفول المظبوط. بمعنى ان احنا لازم نجيب الفول البلدي اللي حبايته كبيرة تبقى الحباية لونها ابيض بالشكل ده وحجمها زي ما انتوا شايفينه كده. هتجيبي الكمية اللي انت عايزاها وتبدأي ان انت تغسليه كويس وتنقعيه في مية لتاني يوم. وطبعا في خلال الفترة دي بتكوني غيرتي عليه مرتين او 3. المهم ميته تكون بيضة زي ما انتوا شايفينها كده. هبدأ بقى ان انا اصفيه من مية واجيبهولكوا تاني. بعد ما صفيته من ميته هبدأ بقى اجيب الفوالة او الحلة اي حاجة انت هتدمسي فيها بس تكون محكمة الغلق. وهبدأ ان انا اضيف الفول كله وهحط بقى تريك جامدة جدا هتعجبكم قوي. هتخلي الفول لا يمكن يسمر منكم. اكترنا طبعا لما بندمس الفول بنحط عليه عدس اصفر علشان خاطر يحمره او يصفره. لا جربي بقى العدس بجبة مع الفول بتاع الطعمية اللي هو الفول المدشش ده مع طماطمايه سليمة او طماطمتين مع عصرة ليمونة. بس ما تحطيش قشر الليمون يعني ما تعصريش الليمونة وتحطيها كلها، لا مية الليمون فقط. وبعد ما نضيف الكمية دي كلها بقى هنبدأ ان احنا نزود بقى مية سخنة. المية تكون سخنة. شوفوا انا حطيت عصر ليمون بس. هبدأ أضيف بقى أخلي القدرة كلها تبقى مية بس المية تكون سخنة زي ما انتوا شايفين كده.
ممكن بقى ان انتي يعني تقفلي عليه كويس بورق فويل او مثلا بالغطا، المهم تكون محكمة الغلق جامد، وبعد كده تحطيها بقى على نار عالية على البوتاجاز، واول ما يبدأ يفور او يغلي معاكي كده جامد تبدأي توطي عليه النار خالص يبقى شمعة. انا بقى عندي القدرة وعندي السخان بتاع قدرة الفول لتدميس الفول، يعني ده بستعمله على طول لما بدمس فول. هياخد معايا على السخان او على البوتاجاز مش اقل من 4 ساعات، يعني لو زاد تمام، يعني بعد 4 ساعات تبدأي تشوفيه، لو لقيتيه استوى خلاص، ما استواش يبقى تسيبيه تاني، بس مش كل شوية تفتحي وتقفلي عليه. الغطا ده محكم جدا، يعني لا يمكن هيخلي اي هوا يدخل للفول من القدرة. فأنا استعملته وهبدأ بقى أسيبه 4 ساعات وبعد كده أرجع لكم تاني. بعد 4 ساعات ما شاء الله فتحت عليه لقيته مستوي جدا جدا. شايفين بقى لون الفول عامل ازاي، قد ايه جميل، لا يمكن يسمر معاكي. شايفين لون الفول عامل ازاي ما شاء الله، وميته بيضة خالص اهوت وزي العسل. ده من الطماطم ومن العدس بجبة ومن الفول، الحاجات دي بتفتح لونه. في ناس بتحط جزر، في ناس بتحط عدس، بس في ناس بتحط رز، في ناس بتحط كركم. اللي يريحك اعمليه، بس انا شايفه ان ده افضل حاجه. حطيت عدس بجبه ليه؟ لان انا كده كده اصلا راح ادمس لكم كمان عدس بجبه في الفيديو اللي بعد ده، تدميسه رهيب. ما تقوليش بس ان الفول هو اللي بيتدمس، لا العدس كمان بيتدمس وبيبقى تحفه. تعالوا بقى نعمل طبق فول محترم كده. اول حاجه جبت طاسه وبدات ان انا احط فيها معلقتين سمنه بلدي كبار على نص معلقه زيت كده عشان السمنه ما تتحرقش مني، وبدات ان انا احط، فرمت بصله كبيره او بصلتين صغيرين، واول ما بداوا يتبلوا حطيت الفلفل الرومي، ولو عايزه تحطي فلفل سبايسي براحتك خالص. هتبداي بقى تسيبيهم مع بعض كده لحد ما يتبالوا برضو شويه، وبعد كده تنزلي بالطماطم. نسيت اقول لكم ان البصل ده معاه 3 فصوص توم مهروسين. التوم ده اساسي مع الفول لان هو طبعا بيدي ريحة وطعم رهيب. نزلت بالطماطم، واخر حاجة هنزل بيها هي الشبت. الشبت في الفول بالذات بيدي طعم في حتة تانية خالص. جربيه طبق الفول ده ان شاء الله في اول يوم سحور هيعجبك قوي. بدأت انزل بالشبت وقلبت تقلبتين كده، بس الشبت ده بيبقى اخر حاجة عشان ما يسمرش بس ويسمر معانا الفول. تقلبتين بالظبط ونزلت بالفول، وحطيت بقى البهارات بتاعتنا. فلفل اسود معلقه صغنونه، يعني نص معلقه كده. حطيت معلقه كمون، طبعا ده اساس الفول. وحطيت ملح بس ما كترتش، وحطيت نص ليمونه، وبس كده وخلاص. هبدأ بقى ان انا اجيب الهراسة وابدأ ان انا اهرسه كويس قوي، وكده نبقى خلاص خلصنا طبق الفول بتاعنا. ونحط على وشه كده معلقة زيت، ونبقى كده خلصنا الطبق بتاعنا. وحطيت كمان نص معلقة شطة صغنونة. بجد طبق فول محترم هيعجبكوا قوي قوي قوي. كده نبقى خلصنا طبق الفول المحترم بتاعنا، وادي هوت انا هرسته. وبالهراسة بقى بقعر الكوباية بأي حاجة، المهم تهرسيه هرسة محترمة. وده كان الشكل النهائي ليه. بجد طعمه رهيب، كأنك بتاكلي لحمة متعصجة، والله العظيم تحفة تحفة تحفة. ده أول، يعتبر تاني فيديو لسحور رمضان إن شاء الله. اتمنى بقى ان الطبق الجميل ده يكون عجبكم. هو الصراحة طعمه تحفة قوي، بس كفاية عليكم انتوا تقيموا الشكل. وبألف هنا وشفا، وكل سنة وانتوا طيبين. وما تنسونيش بقى باللايك والشير يا حلوين. اول حاجة عملتها ان جبت كيلو لبن وغليته كويس، وبعد كده حطيته في التلاجة لتاني يوم. عمل طبعا وش قشطة حلو قوي. هاخده بقى كله وهحطه كده في بولة، وبعد كده هبدأ اخد اللبن وادفيه بقى على النار ان هو يبقى زي دمعة العين زي ما بيقولوا كده، اللي هو تحطي بس يعني صباعك كده في اللبن تلاقي انه هو دافي، بس الدفيان بسيط قوي مش اللي هو. وبعد كده هبدأ بقى اجيب وش القشطة الجميل ده، هحط عليه علبة زبادي صغيرة على قد الكيلو. لو هتضيفي اكتر من كيلو حطي علبتين زبادي على حسب الكمية. فطبعا كيلو اللبن هيعوز علبة زبادي صغيرة، غير بقى القشطة اللي احنا خدناها دي. هنحط عليهم تركة حلوة قوي، معلقة لبن بودر ومعلقة سكر. دول بيعززوا طعم قوي الزبادي، بيبينوه قوي وبيبينوا طعمه. والسكر برضو يعني بيخلي طعم الزبادي كأنه جاي من بره بالظبط، مش لبن كده يعني ماسك وخلاص ان هو اسمه زبادي، لا هو نفس الطعم. تمام.
فتركة حلوة أوي ياريت تضيفوها. هنبدأ بقى ان احنا بالويسك كده ونبدأ نقلب كويس جدا جدا عشان ندوب السكر ولبن البودر ده كويس جدا. فحاولي بقى على قد ما تقدري تقلبي كتير. ما عندكيش ويسك ممكن بالمعلقة، ممكن بالهاند بلندر، لو عندك بالكبة في الخلاط عادي خالص. فانا عملت بالويسك عشان ايه يبقى سهل علينا كلنا. هبدأ بقى ان انا اجيب اللبن بعد ما خليته زي دمعة العين بالظبط زي ما قلتلكم. هبدأ اضيف عليه بقى اللي انا عملته ده كله، الزبادي بالقشطة، واقلب كويس. وبعد كده هجيب بقى صينية وكوبايات، صينية كده تكون ليها يعني حرف الفوق كبير كده، وابدأ احط بقى في البولات اللبن. فطبعا الكيلو عمل لي 7 كوبايات، دول 6 وعملت كوباية تانية. هبدأ بقى ان انا اعمل 3 ابيض، وحبيت ان انا اخلي ال3 التانيين يكونوا بالفراولة. فانا عندي صوص فراولة جايباه من عند العطار، موجود عند اي عطار او في اي هايبر. فبدأت ان انا اضيف الصوص، وبدل بقى ما تجيبي جيلي وتضربي في الخلاط والموالة اللي انتوا يعني كنا بنعملها زمان دي. هبدأ ان انا اجيب الصوص وابدأ ان انا احطه واقلب كده، وخلاص حطيته كمان في ال3 كوبايات، واملي بقى الصينية لحد اول حرف الكوباية من تحت ميه بتغلي زي ما انتوا شايفين كده. وهبدأ اسخن فرن البوتاجاز جامد قوي، وبعدين اطفي عليه، وبعد ما حطيت الميه المغليه هبدأ اغطيه بقى بفوطه، واحطه في الفرن ده بعد ما طفيت طبعا عليه وهو ساخن جامد كده. هبدأ بقى احطه واعينه في الفرن البوتاجاز لحد ما يمسك معانا بالشكل ده. وحطيته 5 دقايق كده ولا 10 دقايق في التلاجة، وادي الشكل النهائي ليه. بجد تحفة. الطعم رهيب كأنك جايبة زبادي بالفراولة من بره، متماسك وحلو قوي. كفايه انك عاملاه في بيتك وضمناه، وكمان كوبايه زي دي عشان تجيبيها من بره شوف هتكلفك قد ايه. علبه الزبادي الصغنونه دي بقت ب4 جنيه مش عارفه ازاي، فطبعا احنا وفرنا كتير. واكيد طبعا هيبقى حلو قوي في سحور رمضان، وهيعجب اولادكم كتير. وان شاء الله يكون الفيديو ده عجبكم. متنسونيش بقى بالشير، وكل سنه وانتم طيبين. باي باي. 5 دقايق بالثانية وكنت منضفة الممبار ومخلياه بافتة بيضة في الكبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. تعالى اقولكوا انا عملت كده ازاي. اول حاجة، ده الريفيو العملي للكبة. انا كنت قايله لكم ان السكينة ديت بتنضف الممبار وبتقشر البصل والثوم كويس قوي. النهاردة بقى انا كنت شارية ممبار وقلت لازم انضفه قدامكم في 5 دقايق بالظبط. اول حاجة انا هضير الممبار بعد ما قطعته طبعا قطع كده على قدي. هبدأ بقى ان انا اضيره بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهبدأ ان انا احط الكمية ديت في الكبة علشان خاطر اضربها ضربتين بالظبط وهتبقى نضفت معايا. معلش بقى اللي هيقول لي البسي قلفظات، انا ما بعرفش قلفظات نهائي. انا بتعامل معاكم كأنك انتي بالظبط اللي بتشتغلي في مطبخك. انا غاسله ايدي كويس وبوريكم انا بعمل ايه. طبعا الحاجه هتتغسل كويس جدا وهتتعقم كويس جدا بعد ما اخلص. تمام، نركز بقى مع بعض. بعد ما ضيرت الممبار بالطريقه ديت هبدا اخد جزء منه، مش هحطه كله علشان بيلف حوالين السكينه ما بيبقاش حلو. فانا هاخد جزء منه حاجات بسيطه كده، يعني مثلا إيه 6 صوابع كده ب6 صوابع. وهبدا ان انا احطهم من غير ميه ولا من غير اي حاجه في الكبه، وابدا اضربهم هتنزل لك كل حاجه في الممبار كأنك عمالة تحكي بقالك 6 ساعات. تمام، بعد ما خلصت أول دور طالعة اهوت. بصوا هو في الكاميرا كمان الإضاءة مش مبينة، بافتة بيضة. دي تاني دور. عملت آخر دور بقى حطيته مع بعض. الكمية كانت كيلو ونص ممبار. بدأت ان انا بس كل اللي عملته ان انا قطعته قطع صغيرة وضيرته، وبدأت احطه في الكبة على 3 مراحل على حسب الكمية. بدأت اهوت اضرب آخر دور وطلعته زي البفتة البيضة. هبدأ بقى ان انا بعد ما اخلص الدور ده اغسل الكب بقى كويس، اشطفها كده واشطف ايديا واشطف الممبار واطلعه بقى من المية اللي هو كان فيها دي، واجيبه لكم بعد ما شطفته بس. انما الغسله بقى اللي هي بالملح وبالليمون وبالخل دي كانت اخر حاجه. انا بوريك اهوت بعد ما شطفته، وبوريكوا السكينه اللي انا عامله بيها. وطبعا انا شطفت الكبه كده غسيل اي كلام، لسه هغسلها تاني طبعا. بس بوريكوا منظر الممبار بجد الصوره ظالمه. بتاع الممبار بافتة بيضة صدقوني. هبدأ بقى ان انا اخده اشطفه واغسله كويس جدا بخل ومية وملح وليمون، واسيبه شوية كده في المية بتاعته. وبعد كده اجيبه لكم واوريكم بقى شكله النهائي بعد ما اتغسل غسلة محترمة. واغسل بقى ايدي كده واغسل كبتي الجميلة، وارجع لكم تاني على طول. شايفين الجمال؟ والله العظيم بافتة بيضة. نشوف بقى الشكل النهائي. وادي الشكل النهائي.
بعد ما غسلت كبتي كده ونشفتها وغسلت الممبار كويس بالملح وبالليمون وبالخل وسبته شوية، ده كان شكله النهائي. هبدأ بقى ان انا كده اسيبه ينزل كل ميته في المصفى، وابدأ اخزنه كده في الفريزر واطلعه على الاستخدام على طول. بصوا النتيجة بهرتني بجد. اسهل واسرع طريقة لتنظيف الممبار في الكبة، بجد اختراع جميل جدا ووفر علينا مجهود ووقت وتعب وحاجات كتير قوي قوي قوي. بجد مش خسارة فيها الفلوس والله العظيم. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير للفيديو بقى لو عجبك، والاشتراك في القناة. وانا ضحى الصادق، وباي باي. مساء الخير عليكم يا حلوين، عاملين ايه؟ وحشتوني جدا. هنعمل مع بعض النهاردة حلا سهل وسريع وجميل جدا، ومكوناته متوفرة عندنا في كل بيت بإذن الله. هنعمل مع بعض النهاردة الكريب بالنوتيلا والكريب بصوص التوفي. اول حاجة في مكونات النهاردة هنعوز 3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة، هنعوز كوبايتين الا ربع دقيق وعليهم رشة ملح، وكوبايتين وربع لبن، ويكون لبن صافي معلهوش اي مية، و3 معالق زبدة مذابة، وزيهم بالظبط سكر. تمام. اول حاجة هضيفها في الخلاط اللبن، وهضيف عليه السكر والزبدة، وهضربهم كويس مع بعض. وبعد كده هبدأ أضيف البيض والفانيليا. تمام. أهم حاجة في الخطوة ديت إن اللبن ما يكونش سخن ولا يكون بارد، يعني يكون اللي هو العادي يعني. وبعد كده هبدأ إن أنا بعد ما ضفت البيض والفانيليا هضربهم بقى لمدة 5 دقايق كده، ضرب متواصل. وبعد كده هبدأ أضيف الدقيق ده متعدد الأغراض، عليه رشة ملح بس تدريجي، وهضيف نفس الكمية، أنا مش هنقص أي حاجة. المقادير دي مظبوطة جدا، ودي اللي أنا شغالة عليها أصلا من يوم ما اتعلمت الكريب. تمام. هبدأ أضربهم بقى ضرب متواصل مدة 5 دقايق. وطبعا الضرب في الخلاط بيبقى أضمن حاجة إن الكريب معاكي ما يكلكعش أو يكتل منك. هنبدأ إن احنا نشتغل في العجينة، بس الأفضل إن انت تسيبي العجينة ترتاح حوالي ساعة في الجو اللي احنا فيه ده. بيبدأ الدقيق بقى طبعا يعني العجينة بتبقى معانا متماسكة أكتر، وبتقدري تشتغلي وتتحكمي فيها أحسن كمان من انك تشتغليها على طول. تمام. هبدأ بقى اجيب طاسة تكون تيفال او تكون غير قابلة للصق يعني. هبدأ ان انا اسخنها شوية بس على نار هادية، وابدأ اضيف فيها معلقة زبدة بسيطة جدا جدا، حتى لو هي كانت لسه جديدة برضو معلقة الزبدة بتفرق في الطعم على فكرة، وبتبدأ برضو تعمل لنا الشكل اللي هو المعتاد للكريب، اللي هو الاحمرار ده. تمام. وهبدأ ان انا اضيف يعني بالكبشة كده في النص، وابدأ الف زي ما انتوا شايفين، واسيبها على نار هادية خالص. وبرضو معلومة حلوة قوي، انك لما بين كل كريباية وكريباية لازم تسيبي الطاسة ترتاح شوية، ما تخليهاش تبقى سخنة جامد، عشان لو سخنة قوي العجينة بتلزق معاكي على طول، وما بتبقاش حلوة في الشغل، يعني بتلزق في الطاسة كده على طول. تعرفي ان الطاسة سخنة جدا، فيستحسن تسيبيها تبرد شوية قبل ما تضيفي الكريباية التانية، علشان ما تلزقش منك في الطاسة وتمشي معاكي وتبقى سلسة. هبدأ اجيب بقى الكريب بعد ما خلصت يعمل معايا كمية حلوة جدا. هبدأ اجيب بقى اللي بالنوتيلا. هبدأ ان انا دي مش نوتيلا على فكرة، دي كان شوكولاتة سما، انا مسيحاها كده، مش متوفر النوتيلا، فجبنا الشوكولاتة الخام وسيحناها. وبدأت ان انا اضيف طبقة النوتيلا عليها طبقة الفراولة، وابدأ بقى الف لفة الكريب العادية اللي احنا معتادين عليها. وبعد ما خلصت صوص الشوكولاتة، هبدأ ان انا بقى اعمل صوص الكراميل. طبعا انا كنت مجهزاه وكنت عملته معاكم قبل كده في فيديو، هسيب لكم لينك الفيديو ان شاء الله في صندوق الوصف. وهبدأ بقى اوريكم عملت نفس الحكاية بالظبط. بدأت اضيف طبقة من صوص الكراميل، طبعا بيبقى حلو معاها قوي الموز. ولو مش متوفر صوص الكراميل، ممكن تحطي زبدة السوداني، بتبقى تحفة قوي قوي برضو مع الموز. وهبدأ ان انا الفها كرول كده. وبعد ما اخلص الكمية هبدأ اضيف عليهم من فوق كده صوص توفي، او اي صوص انت عايزاه، بس يستحسن يبقى صوص توفي او زبدة سوداني، هتبقى تحفة قوي قوي. وده كان الشكل النهائي للصوص التوفي او صوص الكراميل. وديت النوتيلا وبالفراولة. اتمنى ان فيديو النهاردة السريع ده يكون عجبكم، بجد وصفة لازم تجربوها، وتقوموا تدوها كمان حالا وتقولوا لي رأيكم ايه. وان شاء الله فيديو النهاردة يعجبكم. ولو اول مرة تتابعيني، انا ضحى الصادق من مطبخ دودو، لايك وشير للفيديو بقى، والف هنا وشفا.
ب12 جنيه بس عملت لبناتي خد الجميل. يا سلام على فرحتهم النهارده. تعالوا بسرعه اقول لكم عملته ازاي. كوبايه سكر، نص كوبايه ميه، ونص ليمونه، وعليهم رشه بسيطه قوي من لون الطعام. انا اشتريت من عند العطار ب2 جنيه لون طعام، اداني الحبه دول. رشه بسيطه منه قوي هيديك اللون اللي انت عايزاه. كان متوفر عندي البرتقاني بس كان ناقصني الاحمر، رحت جبته على طول. رشه منه بسيطه اداني اللون اللي انا عايزاه. ادام انتوا شايفين هو يعني ما شاء الله مركز جدا. هنبدأ بقى نحطه على النار هادية ونقلب لحد ما يوصل للتقل اللي احنا عايزينه ده، وساعتها هنسيبه في جنب لحد ما يهدى، لان كل ما بيهدى طبعا كل ما بيدينا القوام اللي احنا عايزينه. لحد بقى ما نشوف هنعمل ايه في التفاح. ده التفاح، نص كيلو تفاح ب10 جنيه، جبته وفرحت بناتي. هنبدأ بقى نعمل ايه. هنبدأ نجيب عصيان الشيش طاووق، هنبدأ نحطهم في التفاح زي ما انتوا شايفين كده، بس ما نوصلوش لجوه قوي زي ما انتوا شايفين، عشان ايه؟ السن ده ما يطلعش من التفاح ويبقى الشكل كده مش لطيف. هنبدأ ندخله بس ايه، مش لجوه قوي. وهنبدأ نعملهم كلهم. بس انا لما عملته بقى رحت اقص العصيان لان الصراحه كانوا طوال قوي وما كانوش حلوين، فقصيته. هنبدأ بقى نشوف المزيج بتاعنا. خدوا بالكم من الحركه دي. انا دلوقتي بدأت احطه في الخليط، بس انا لما عملته وسبت التفاحه تصفي لقيت الخليط خفيف، عمال يبين لي اللون. انت بتصفي كده المزيج من عليه بتلاقيه خفيف، التفاحه لونها بان تاني، كده معناه ان هو خفيف. هنبدا بقى نحطه على النار تاني، نغليه برضو شويه، وبعد كده نسيبه يهدى. كده المزيج بتاعنا وصل للقوام اللي احنا عايزينه. اهو انا حطيت عليه التفاحه، بدأ اهوت يتماسك وما يبينش لون التفاحة. كده خلاص هو بقى تمام معانا. وكمان كل ما بتسيبيه يهدى اكتر كل ما بيجمد اكتر واكتر، زي ما انتوا شايفين اهوت. بعمله اهوت معاكم، ما شاء الله اللون بيثبت في ثانية. ليه؟ لان خلاص بقى هو تقل ووصل للسمك اللي احنا عايزينه. هنبدأ بقى نفضل نقلب نقلب كده في التفاحة، علشان اي حاجة اي سوائل هتنزل تنزل على التفاحة، ما تنزلش تحت خالص تاني في الحلة. هنفضل بقى نعمل لحد ما نخلص الستة، وبعد كده لازم ندخله الفريزر يجمد. هو كده الدنيا سايحة، لما تدخليه الفريزر هيجمد معاكي. الوصفة ديت احنا يعني لما بنروح المصيف بنجيب الواحدة ب5 جنيه، تمام. انما انت جبت نص كيلو ب10 جنيه، ما شاء الله، و2 جنيه كمان لون طعام، يعني 12 جنيه. عملنا بيهم 6، ما شاء الله. فرحت بيهم اولادي وانبسطوا جدا، وما خدتش مني اي حاجة ولا كلفتني حاجة. لازم تجربوها وتبعتولي الصور كمان، وبألف هنا وشفا عليكم. هنعمل مع بعض النهاردة أحلى رغيف حواوشي بيتي. حاجة كده في منتهى الجمال وفي منتهى الطعامة، ولونه تحفة، وكمية اللحمة اللي في الرغيف كمان ما شاء الله عليها. أدام انتوا شايفين بنفسكم حاجة كده جميلة جدا. يعني من نص كيلو لحمة مفرومة عملنا 6 رغيف حواوشي كبار. لو انت هتجيبي العيش من بره، لو هتجيبي رغيف حواوشي من بره هيقولك 15 جنيه و20 جنيه، والرغيف بيبقى صغير وكمية اللحمة فيه صغيرة، وغير برضو ان انت ما انتش ضامنه اللحمه، وحاجه كده ما تشبعش. انما ما شاء الله على الرغيف، مقاسه كبير وواخد كميه لحمه محترمه. من 500 جرام لحمه عملنا 6 رغيفة محترمين كبار. يعني لو العيش اصغر من ده هتعملي ضعف الكميه كمان. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض خطوة خطوة، وايه البدايل لو مش متوفر معانا الامكانيات بتاعتنا. وبرضه هقولكوا على تكات جميلة او جديدة اول مرة نعرفها مع بعض، وحاجة كده جميلة. لو اول مرة تتابعيني، انا ضحى الصادق من مطبخ دودو. اتمنى اللايك والشير للفيديو لو عجبك، والاشتراك الجميل في القناة. اول حاجة معانا عيش اسمر من اللي هو البلدي بتاع الفرن ده، بس يكون اسمر افضل بكتير من العيش الابيض. ونص كيلو لحمة مفرومة، بس اهم حاجة نسبة الدهن تكون كتيرة في اللحمة. بمعنى ان لو نص كيلو لحمة مفرومة 500 جرام، يبقى 100 جرام دهن و400 جرام لحمة. ومعانا حتة ليا جميلة كده عشان الدهنة اللي معانا طبعا في اللحمة مش كتير. حطينا بقى المقادير بتاعتنا، 5 بصلات على النص كيلو لحمة مفرومة، وحطينا قرن شطة كده حامي سبايسي لو انت عايزاها سبايسي، مش عايزاها خلاص مش مشكلة. و5 فصوص توم او 4، و2 في حبة فلفل رومي. هنحطهم كده مع بعض. ومعانا البهارات بتاعتنا فلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وبصل باودر، وحطينا كمان كمون
وحطينا حبة شطة صغيرين، وحطينا بقى اللي هي البهارات الحواوشي. لو مش متوفر معاكي بهارات الحواوشي تقدري تبدليها ببهارات لحمة او بالسبع بهارات. ومعانا بقى تكة جديدة كده هقول لكم عليها دلوقتي. بس الأول نضرب المكونات بتاعتنا في الكبة. هنقطع البصل 4 قطع كده على حسب حجمه، علشان خاطر ما ينفعش ان احنا نحط البصل كله في الكبة مرة واحدة، عشان ما يبوظلناش السكينة بتاعة الكبة. هنقطع كده المكونات بتاعتنا، وهنحط معاها كمان الحتة اللية ونفرمهم حلو قوي. وبعد كده هي اتفرمت ناعمة معاكي اهيت. هنحط عليها بقى اللحمة المفرومة، ونبدأ نعجنها كويس ونحط بهاراتنا. التكة الجديدة بقى بتاعتنا: معلقتين دقيق، عليهم رشة بيكنج باودر. ليه؟ الدقيق بيخلي بيمتص كل السوائل اللي في اللحمة المفرومة. يعني انت لما تيجي تسويها، طبعا اللحمة لما بتاخد صدمة على النار بتسرد ميتها، بتنزل كل المية اللي فيها. الدقيق بقى هيمتص المية دي كلها، فهيخليكي وانت بتسويه على البوتاجاز يريحك جدا، ولا هينزل بقى ميه، ولا هيبهدلك، ولا هيطر العيش بتاعك معانا. تاني حاجه بقى البيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي العيش هش، يعني نافش كده وحلو. لما انت بتخلصي الكميه بتاعتك وتيجي تحطيهم على بعض بيطروا، ودي حاجة أكيد معروفة. لا، البيكنج باودر بقى هيخلي لك العيش كده ماسك نفسه ومتماسك وناشف كده معاكي وحلو قوي. أهم حاجة إن انت ما تحطهمش على بعض سخنين وتقفلي عليهم، لازم هيطروا مهما حصل. ماشي. التكات بتاعتنا دي جديدة وجميلة قوي، وقلت لكم طبعا على البدايل. اخر بديل بقى: ان لو مش متوفر عندك دهنة ومحتاجة تحطي دهنة على اللحمة المفرومة، حطي 3 معالق كبار سمنة بلدي، هيدوكي نفس كمية الدهنة اللي انت عايزاها، وفي نفس الوقت برضو هيديكي نفس طعم الدهنة. دي البدايل بتاعتنا والتكات بتاعتنا، واتمنى تجربوها. كده بقى حطينا اللحمة بتاعتنا في العيش، واهم حاجة انك تملي العيش على اخره لحمة، لان العيش كبير. مش شرط تعملي ال6 رغيفة كلهم، ممكن تعملي 4، بس أهم حاجة يكون اللحمة مالية مركزها كده في العيش. ما شاء الله، العيش جميل وتقل كده بعد ما حطيت في اللحمة. هنبدأ بقى ان احنا نسوي 2 في البوتاجاز. انا مش عايزة اكتر من 2، لاني ما بحبش تسوية البوتاجاز، انا بحب تسوية الجريل. ليه؟ الشروط اللي في الجريل دي بتدي شكل حلو، الخطوط دي بتدي شكل حلو قوي على الرغيف، زي كأنه جاي من بره. هنبدأ ندهن الجريل سمنة من تحت، ونسيبه يسخن جامد، وبعد كده نحط الرغيف بقى بتاع العيش عليه، وندهن بقى العيش من قدام كده سمنة ومن تحت سمنة، ونوطي عليه النار ونسيبه. دول بقى 2 انا حطيتهم في صينية البوتاجاز. الصينية مدهونة سمنة برضو من تحت، ووش الرغيف مدهون سمنة، وهنحطه على الرف بتاع الشواية ونوطي خالص برضو. وش كل شوية نبص كده ونقلب لحد ما يحمر جامد، ونطلعهم نحطهم في طبق. اهم حاجة بقى في الخطوة بتاعة الجريل: ان انت لما تحطي الرغيف تتك عليه بايدك اول رغيف كده، لان لسه الجريل برضو مسخنش قوي. تتك عليه بايدك عشان ياخد شكل الخطوط اللي لسه عاملاها قدامكم دلوقتي. ماشي. مهما تتكي بالمعلقه ما فيش فايده، هو بايدك اهم حاجه. ادي يا ستي شكل الجريل الرغيف الحواوشي لما طلع من الصينيه بتاعه الفرن اللي تحت، دول اللي كانوا في الصينيه، وده اول واحد طلع من الجريل. ما شاء الله بجد شكلهم تحفه. هي الاضاءه بس اللي عندي عشان كنت بالليل، الاضاءه مش جايباهم حلو، يعني تحسي ان هما كده شكلهم كده غامق، انما هما شكلهم حلو قوي بجد هتشوفي كله في الاخر. تاني واحد بقى، يعني كل ما الجريل برضو تشتغل عليه اكتر بيديكي النتيجة اللي انت عايزاها احسن واحسن. هنبدأ بقى نشيل اي حاجة كده نزلت في الجريل، عيش ولا لحمة ولا حاجة، ونبدأ ندهن الجريل تاني سمنة، وندهن الوش سمنة، ونقفل عليه ونسيبه على نار هادية. وبرضو نفتح وندير. ادي تاني رغيف اهوت، او ده متهيألي ده اخر رغيف انا عملته. بس انا بقول لكم، شوفوا لما حطيت الدقيق مفيش اي حاجة نزلت من الرغيف، اللي موجودة على الرغيف يا دوب السمنة، نسبة اللي هي المادة الدهنية بس اللي انا حطاها تحت وعلى الرغيف. دي حاجة يعني بقول لكم ان الدقيق ضروري، حاجة جديدة وجميلة هتمتص كل السوائل. وادي شكل يا ستي الحواوشي بعد ما خلص. دول الاتنين اللي عملتهم في الصينية، ودول اللي انا عملتهم في الجريل. شكله روعة ولونه تحفة وطعمه اجمل، والرغيف مالي مركزه كده، وما شاء الله اللحم فيه كتير جدا. طبعا هنفتح لكم واحد، الرخامة نظيفة ما تقلقوش. ادي كمية اللحمة اللي فيه ما شاء الله عليه، وسخن مولع نار. ادي كمية اللحمة اللي فيه بعد ما استوى، ما خدش مننا 10 دقايق، وفي نفس الوقت عمل لنا كمية حلوة قوي وطعمه فوق الوصف.
طبعا اهم حاجة الكاتشب في الوصفة دي، كاتشب كده عليه ويكون بقى حر كده مع الحواوشي الحار والشيبسي والبيبسي، وبألف هنا وشفا. ويا رب وصفة النهاردة تكون عجبتكم، والتكات الجديدة اللي احنا قلناها والبدايل تكون عجبتكم. جربوا وصفتي وقولوا لي ايه رأيكم، وبألف هنا وشفا عليكم. ازيكم يا حبايب قلبي؟ هنعمل النهاردة النجريسكو بطريقة جميلة جدا، أقل التكلفة وسهلة ومبسطة جدا. تعالوا نشوف هنعمل ايه. أول حاجة هنعمل البشاميل. أنا مش هكتر في البشاميل، أنا هعمل حاجة بسيطة جدا. فهيبقى معلقتين كبار كده من السمنة أو الزبدة، وعليهم زيهم بالظبط كده دقيق. وبعد كده لما يبدأوا يحمروا معانا شوية هنبدأ ننزل باللبن. كانوا كوبايتين لبن. اعملي الكمية اللي تناسبك، أنا كنت عاملة كمية قليلة جدا. وبدأت أنزل بمعلقة قشطة اختياري، لو مش عايزة مفيش أي مشكلة، لو عندك وش لبن برضو يبقى تمام قوي. إيه لو ما عندكيش وعندك جبنة مثلثات حطيها، في كلتا الأحوال الطعم هيبقى حلو جدا. وحطيت بقى فلفل أسود وحطيت ملح ولو عايزة تحطي مرقة حطي، مش عايزة براحتك خالص. دي كده خلاص البشاميل اللي خلصناه. كان عندي بقى اللي هو النجريسكو، هنبدأ نعمل صدر بانيه، هنبدأ ان احنا نقطعه كده ونعمله زي الشاورما. انا كان عندي قطعتين من صدر البانيه كانوا فاضلين عندي، فبدأت ان انا اقطعهم كده زي قطع صغيرة كده اللي هي بتاعة الشاورما، وبدأت ان انا اشوحهم بمعلقة سمنة او زيت براحتك خالص. وبدأت ان انا بعد ما اتشوحوا ونزلوا ميتهم انزل بفلفل الالوان اخضر احمر اصفر اللي انت عايزاه. وبعد كده بدأت ان انا احط البهارات بتاعتي اللي موجودة برضو عندك، حطيت فلفل اسود وحطيت كمون وحطيت كزبرة وحطيت توم باودر وبصل باودر وكده وبابريكا. وبدأت انزل بمعلقتين كاتشب معلقتين مستردة، ومحطتش طماطم، مش بفضلها خالص في الشاورما. وبدأت اقلبهم تقلبتين كده لحد ما تشوحوا تماما، وكده نبقى خلصنا الشاورما. هنيجي بقى اخر حاجة تبقى سلق المكرونة. بدأت ان انا اسلق، دول كانوا 700 جرام، كيسين كده مكرونة، كان الكيس 350 جرام. بدأت ان انا احط في المية بتاعة سلق المكرونة نص معلقة ملح، ونزلت بالمية اول ما بدأت تسخن جامد. وطبعا نصيحة يعني لما تيجي تسلقي المكرونة او اي نوع مكرونة
المكرونة بس بالنسبة للاسباجيتي عشان هي رقيقة جدا ما بتاخدش سوا كتير فما تبقيش تكتري عليها على طول غلوتين كده وطلعيها على طول عشان ايه ما تتقطعش معانا. طبعا النجريسكو احنا مش بنحط صلصة فيها بس انا بناتي افتكرت ان هم اصلا مش بياكلوها بيضة فاضطريت ان انا اعمل لهم تسبيكة كده حاجة كانت صغيرة بسيطة كده وبدأت ان انا انزل فيها المكرونة وخلاص كده ابقى كده جهزت كل حاجة وهبدأ بقى ان انا اجيب الصينية هبدأ ادهن الأرضية طبقة من البشاميل وبعد كده هضيف طبقة المكرونة زي ما اتفقنا هي بتبقى بيضة بس انا عملتها ايه حمرا علشان يرضوا ياكلوها تمام. فهنبدأ بقى ننزل بطبقة المكرونة وعليها طبقة بشاميل كمان وهبدأ انزل بالشاورما اللي انا عملتها كانوا قطعتين صغيرين بس طبعا الخضار اللي انا حطيته على الشاورما والزيتون كمان اللي انا ضفته فكتر لي الكمية وضعفها وخلاها حلوة جدا وكانت باينة قوي في المكرونة يعني. بدأت اضيف باقي كمية المكرونة وبدأت اضيف بقى ايه باقي برضو كمية البشاميل وكده ابقى خلصت كده خلاص اخر وش معايا بدأت بقى ان انا اجيب طبقة موتزاريلا بس اخليها طبقة حلوة كده اغطي بيها البشاميل كله وعشان خاطر تبقى مطاطية معايا كده وجميلة. نصيحة برضو وانتي بتسويها هتدخليها الفرن على درجة حرارة 200 ويكون الفرن سخن مسبقا وتبدأ ان انتي تخليها في الرف اللي هو الوسطاني وطبعا ما تعليش النار جامد من فوق عشان خاطر الموتزاريلا بتاعتك ما تتحرقش وما تتحرمقش وعشان تشد معاكي. ونصيحة برضو لما تيجي تحطي الموتزاريلا تطلعيها من فترة يعني من الفريزر عشان خاطر تبقى بدرجة حرارة الغرفة ما تبقاش مجمدة عشان برضو تتمط معاكي وتبقى حلوة. لما بتطلعيها متلجة بتبدأ ان هي تكلكع معاكي في الصينية. وبدأت ان انا احط على الوش كده كأني بعمل صينية بيتزا بالظبط زيتون وفلفل الوان ودخلتها الميكرويف الفرن قعدت معايا حوالي ما كترتش يعني نص ساعة يعني كله مستوي يعني يدوب خدت الوش كده واتلدنت كده بس وده كان الشكل النهائي ليها بجد الطعم روعة وتستاهل ان انتوا تجربوها سهلة جدا بأقل التكلفة ما كلفتنيش اي حاجة. طبعا جنب الأكلة الجميلة دي عملت شوية ملوخية كده خضرة وعملت برضو التشيكن وينجز اللي أنا كنت عاملاها معاكم ومخزناها في الفريزر بجد اللي نفعتني جدا وأنقذتني في الأكلة دي. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم وأتمنى الفيديو لو عجبكم ما تنسونيش باللايك والشير والاشتراك الجميل في القناة. ولو أول مرة تابعيني أنا اسمي ضحى الصادق من مطبخ دودو وبألف هنا وشفا على قلبكم وما تنسوش بقى في الكومنت الجميل تصلوا على سيدنا محمد. باي باي.